السلام عليكم يا البنات، ومرحبا بكم من جديد في قناتي وصفات حديثة وتقليدية مع رينا. جمعة نقول لكم كامل جمعة مباركة، وما تنسوش تصلوا على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. جيتكم اليوم في وصفة يا البنات تاع ديول الفارينة، ما يسحق لا بانسو لا سنيوة تاع نحاس لا والو، غير في كريبير ولا مقلاتكم ما تلصقش. رايحين تخدموا كمية كبيرة. هنا شوفوا يا البنات جوج كيسان تاع فارينة، خدمت لي 21 حبة تاع ديول، والحجم تاعهم يا البنات ما راهوش صغير، ما راهوش كما راكم تشوفوا فيه، ماشي حبات صغار، حبات متوسطين تاع متوسطين الحجم. شوفوا كيفاش يجوا يا البنات رقاق ولا اروع. نروحوا طريقه العمل تاعهم. هنا يا البنات في اشوار ولا اللي عندها براميكسور، حطيت هنا جوج كيسان تاع فارينه، حجم الكاس 220 ملل مع مغرفه صغيره ماشي معمره تاع الملح، وجوج كيسان تاع الماء. العبر اللي عبرتو بالكاس اللي عبرتو به الفارينه نفسه تعبروا به الماء، ونضربهم في الاشوار حوالي دقيقتين فقط. بعد ما نكمل كما راكم تشوفوا هكذا نصفيه كامل باش ما تبقى فيه حتى حبيبات ولا تكتلات. انا كي صفيته انا ما لقيت فيه والو، ونقطر ديك الصفايه تاعي كامله كما راكم تشوفوا حتى من تحت، نغطي عليه ونخليه يريح مده 10 دقائق. هنايا البنات درت كسرونه، درت فيها الماء، عمرت المنتصف تاعها كامل بالماء، وخليتها حتى سخنت مليح ولا الماء يغلي. حطيت الكريبير نتاعي فوقها حتى سخنت، ندهنها بالزيت ونمسحها بالبابي مليح ما تخلوش فيها كامل الزيت، ونفرغ بهذه الطريقه هكا بغراف ولا كما تشوفوا. كنفرغ كامل وندورو كامل على الكريبير نتاعي، وما نحي داك الخليط الزائد حتى نشوف الحبه تاع الديول تاعي ولات رقيقه. نحبس نشوف هكذا نحي كامل داك الخليط الزائد، ونصفيه بيدي ونحي بيدي في الطرف بصباعي. ونحطوه فوق، نعاود نرجعو فوق الكاسرونه تاع الماء. هنا النار راهي متوسطه باش الماء ما ينشفليش ثمثم، ونكمل الحبات الاخرين هكذا ونخليه حتى تشوفوها نشفت تماما، ولات الكريبير تاعكم من تحت تبان. راكم تشوفوا كيفاه باش نعرف بلي خلاص صايي. شوفوا هنايا البنات بدات تولي تبيض معايا. شوفوا هكذا يا البنات، كي تشوفوا هكذا ولات يعني شفافه، والكريبير تاعكم ولا الماء تاعكم كامل تبان من تحتها، والاطراف يتنحاو معاكم بكل سهوله هكذا يا البنات، وراح تتنحى معاكم يعني ما تعبكم ما والو. سكتوا قلت لكم كي تكون المقله تاعكم ما تلصقش، راكم راح تنحوها بكل سهوله. الديول تاع الفارينه يا البنات يجوا خفاف وما فيهمش يعني ما فيهمش تعب، وناجح من اول مره، مستحيل ما تقول لي ما نجحش معايا. هاي لكم يا البنات. نزيد معكم الحبه الثانيه نوضح مليح. انا الغراف اللي نستعمل فيه هنايا صغير، يعني درت هكا حوالي 2 عبار من هذا الغراف، وندور هكا كامل على الكريبير نتاعي، ومن ناحيه الخليط هذاك الزائد. شوف دورته مليح ومن نفرغ هكا الخليط الزائد. هكذا، وهذاك الزائد اللي كان في الاطراف اللي كنت نحي فيه ملي كنت نفرغ في الخليط نمسحو هكذا مع الاطراف باش ما يلصقليش هكذا. وهنا الحبه تاعي نحط تاع الديول كي نحطها فوق الطرشونه ندهنها من الوجه تاعها بشويه تاع الزيت، ونزيد نحط الحبه الثانيه فوقها، والثانيه ثاني كنزيد هنا بشويه تاع الزيت، ونزيد نحط الحبه الثالثه فوقها هكذا باش نضمنوا بالمي تلصقش معنا الحبات تاعنا ما يتلصقوش. باسكو شوفوا يا البنات جايين رقاق، هنا الحبه تاع الديول جايين رقاق بزاف. شوفوا يا البنات قلت لكم يتنحى معاكم، خدمت هنا دارت لي 21 حبه، يعني يا شتو يعني الطزينه تجي فيها 10 باطات تجي فيها 10، يعني تقيس 2 كيسان تاع فارينه داروا لي عبر 2 باطات، وماشي واعر يا البنات كامل. شوفوا شحال جا خفيف، يدكم تشوفوها من تحت. شوفوا يا البنات روعه روعه يا البنات، جربوها وراح ينجح معكم من اول مره وما راح يغيب منكم ما والو. انا هنايا خدمتهم ودرت حوالي 7 حبات في كل ساشي، درتهم في ساشي وغطيتهم في طرشونه وخبيتهم لشهر رمضان ان شاء الله.
يعني كامل كما على بالكم كامل رانا مع تحضيرات رمضانيه، وراح نكمل معكم وصفات اخرى باذن الله.